السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد هنعمل مع بعض الحاجات الحلوة الجميلة اللي احنا شايفينها مع بعض دي ان شاء الله. نعمل حاجات بسيطة وسهلة. انا مطبخ نينا للي ما يعرفنيش، يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونشوف عملنا مع بعض مولتو بقى زي ما حابين تسموه سموه، بس هو انا عملته كده وحطيته عليه شوكولاتة، وان شاء الله يعجبكم. حاجات بسيطة جدا جدا عملنا الحاجات الجميلة دي وفرحنا بيها الاولاد، وكمان وفرنا كتير عن بره، وعملنا كمية حلوة من 3 كوبايات دقيق بس. معانا المكونات بتاعتنا 3 كوبايات دقيق، نص كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، معايا بيضاية قسمتها في الصفار والبياض لوحده، ومعايا كمان معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر، معلقة ملح. هنجيب السوائل بقى بتاعتنا الاول. جبت بولة كده حطيت فيها لبن وزيت وحطيت كمان نقطة من الخل كده، يعني حبة خل صغيرين خالص، وحطيت كمان بياض البيضة. والصفار انا هشيله مش هحط دلوقتي، فانا استخدمت دلوقتي البياض بس. وكمان جبت الدقيق بتاعي، وبعد كده حطيت كمان البيكنج باودر والسكر والملح. مفيش خميرة، ايوه مفيش خميرة، وطلع مورق وجميل معانا. ودي بقى التركية الجميلة اللي معانا في الفيديو. هبدأ اعجن كده، اقول بسم الله واعجن العجينة بتاعتي لحد ما تبقى ماسكة معايا ويبقى شكلها ايه، عجينة متماسكة. ممكن لو احتاجت مني يعني معلقتين مية بالظبط كمان حطيتها، وبعد كده لميت العجينة وخليتها بالشكل ده كده، وبعد كده غطيتها. هاجي في الخطوة دي اشغل الفرن، لان طبعا احنا عارفين بنشغل الفرن قبل ما نشتغل باي حاجة. هسيب الفرن بقى يسخن معايا. بعد كده جبت العجينة، حطيت فردت كده رشة دقيق وبرش دقيق عليها من فوق، وبعد كده ببدأ افرد العجينة بتاعتي. اهم حاجة تكون يعني افردها على شكل دايرة، وتكون سمكها حلو. يعني انا مش عايزة يكون سمكها تخين ولا رفيع، السمك بتاعها كده يكون مظبوط معايا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وهوريكم دلوقتي نشوف السمك بتاعها عامل ازاي. ببدأ افرد بالشكل اللي احنا شايفينه كده لحد ما تبقى معايا الدايرة اللي انا عايزاها. خلاص كده ده السمك اللي انا محتاجاه. ببدأ اعمل العجينة بقطعها 4 تربع، وكل ربع بقطعه على مرتين كمان، بيبقى معايا 16 مثلث. يعني 3 كوبايات دي بس عملنا منه 16 مثلث. احنا شايفين مع بعض كده دي كده في 3 كوبايات دي. لو حابة تزودي بتضعفي كل الكمية اللي معاكي وبتزودي عليها بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. ببدأ اخد كده ببطط اخر حتة معايا من المثلث عشان دي اللي بقفل بيها. وبعد كده بجيب صينية ما بكون دهناها زيت طبعا، وبعد كده ببدأ اني ارص الكمية بتاعتي اللي معايا كلها. وكمان هعمل لكم كام واحدة كده عشان تشوفوها معايا، عشان الفيديو كان سريع فانا عملت كمان كام واحدة كده اوريها لكم. بصوا بناخد من عند المثلث كده، واخر حتة في المثلث ببططها كده عشان اقفل بيها، بيبقى طبعا شكلها جميل جدا معايا بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. ممكن لو مش حابة تحطي شوكولاتة ممكن تحطي من جوه جبنة او اي حاجة، وممكن تحطي الشوكولاتة من جوه، تجيبي مكعب شوكولاتة وتحطيه من جوه وتبدأي ان انتي تلفي عليه. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها هجيب بقى صفار البيضة اللي انا كنت شايلاه، وحطيت عليه نقطتين فانيليا بالظبط، علشان انا طبعا عاملاه مسكر فهحط عليه نقطتين فانيليا. لو حادق هتحطي يعني رشة بسيطة من الفلفل الاسود. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والطريقة سهلة زي ما قلتلكم. فانا هبدأ ان انا ارش دلوقتي عليها كلها كده، ادهنها بصفار البيضة اللي معايا، وبعد كده بدخلها الفرن على طول وبسيبها في الفرن تستوي. وبعد كده بشغل الشواية، وبعد يعني اول ما تاخد لون كده معايا من الشواية
بطفي عليها وبسيبها تبرد. خلاص انا هنا بصوا بقى بعد ما خرج معايا، بصوا ما شاء الله اللون بتاعها جميل ازاي. انا كده اللون بتاعها ده اللي انا عايزاه بالظبط. هبدأ اجيب بقى معايا شوكولاتة سايحة زي ما قلتلكوا بالظبط كده. لو حابين يبقى حادق ممكن نحط من جوه جبنة ويبقى شكلها حلو برضو يبقى حادق، لكن احنا هنعمله مسكر. فاحنا سيبناه كده، وجبت انا شوكولاتة عملت لها حمام بخار وسيحتها. ممكن كمان تجيبي مكعبات شوكولاتة وتحطيها عليها من جوه وتقفلي عليها والشوكولاتة تبقى سايحة من جوه. هبدأ ان انا اخد كل واحدة واحطها معايا في قلب الشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هحط الكمية دي كلها معايا في الشوكولاتة بالراحة كده، واحط في طبق التقديم بتاعي. بصوا بغطسها في الشوكولاتة ازاي. ممكن لو حباها كمان ان انتي تحطيها كلها، تغطيها كلها بالشوكولاتة عادي مفيش اي مشكلة، بس انا حبيت اعمل الوش بس. بعد ما تخلصي بقى بصوا الشوكولاتة انا عملتها ازاي. انا سيحت الشوكولاتة ازاي، جبت الشوكولاتة بتاعتي جامدة وبعد كده حطيتها في الطبق ودخلته الميكروويف بالظبط ما بتاخدش 3 دقايق او 4 دقايق وبنلاقيها ساحت معانا في ثانية. وبعد كده بقلبها وبحط عليها نقطتين زيت او معلقة زيت وبقلب فيها كويس قوي علشان تبقى سايحة وشكلها جميل كده الشكل اللي معانا دوت. فطبعا بعد شوية هنلاقي الشوكولاتة مسكت عليها فبتبقى بجد حلوة جدا. ان شاء الله تجربوه وتقولولي رأيكم فيه. وهستنى بقى رأيكم في التعليقات علشان شوفوني لو حابين اعمل لكم حاجة جديدة. ياريت تبعتولي في الكومنتات وانا هستنيكم. قربت خلاص كده اخلص، معايا كام واحدة خلاص. بصوا ما شاء الله بقى الكمية كمان معانا جميلة جدا وبجد شكله حلو قوي وطعمه كان جميل جدا. ان شاء الله تجربوه وتقولي لي رأيكم. كده ده بقى بعد ما خلصت خالص. بصوا شايفين بقى الشوكولاتة مسكت عليه ازاي، بجد طعمه حلو جدا. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. منتظرة بقى ردكم عليا وارائكم في الكومنتات. يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.